يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم قناتي. اليوم رح إن شاء الله نعمل مخشي بلبن أو شيخ المخشي. طبعا مكوناته كالآتي: في عندي 1.5 كيلو كوسة، وعندي 800 جرام لحمة مفرومة وبقدونس، وعندي لبن سائل، وفي البهارات اللي عنا اللي هي قرفة، بهارات السبع أو بهارات مشكلة، وعندي ملح، وعندي بصلتين، ومكعب ماجي إذا احتجته، وبحتاج طبعا سمنة أو زيت نباتي على حسب الرغبة. طبعا أنا عندي تقريبا 1.5 كيلو كوسة، هي مش يعني فريش من نفس اليوم، لكن إلها 2-3، بس لو كانت فريش بتكون شكلها أفضل. طبعا بعد ما أنقر الكوسة وأغسلها وأنقعها بمي وملح ونشفها، بهاي الأثناء بجهز اللحمة المفرومة، بحط زيت نباتي وبفرم البصلتين فرم ناعم أو بالمضرب، وبعدين بحط عليهم الملح والبهارات السبعة، فلفل أسود، هيل، قرفة. بنحاول نحط بهارات مشكلة لحالها إذا ما في عندك البهارات اللي أنا ذكرتهم بكفوا يعني مع الفلفل الأسود، لكن أنا حطيت القرفة والهيل والملح والفلفل الأسود والبهارات السبعة. وطبعا بخليهم لما تجف مية اللحمة ويندمجوا مع البصل ومع البهارات، وبطفي عليهم تركهم لما يبردوا شوي. وبعدين بكون غاسل الكوسة ومنشفتها ومجهزتها، وبكون بهاي الأثناء فارمة بقدونس ومجهزاه، بحطه على آخر مرحلة من سوى اللحمة، يعني آخر دقيقة بحط البقدونس المفروم بحركه مع اللحمة وبطفيه، وبتركهم تيبردوا اللي يتحملهم إيديكي. بعدين بتبدأ عاد تحشي الكوسة زي ما انتو شايفين. طبعا احنا هون لما ننقر الكوسة لمخشي باللبن مش زي الكوسة اللي هي بالرز، بتخليها شوي سميكة. وزي ما انتو شايفين ببدأ بحشيها وبخليها طبعا مش فل، بنقص منها شوية، لكن بالرز لما نعملها بالرز بتختلف، بتكون نقرينها بشكل أكتر، وبنحط 3/4 الرز أو نصها رز على أساس بتفلفل. لكن باللحمة لا، بنزيد شوي الكمية زي ما انتو شايفين. حطيتهم بقلاية مع زيت، وبقعد بغطيهم بالغطاي على أساس هم يعني ينطبخوا على البخار، وبنفس الوقت أحمرهم بس مش قلي. بهاي الأثناء بخليهم يستووا براحتهم، بحرك اللبن مع معلقتين نشا ومكعبين الماجي على نار باردة، وبعدين ضلني أحرك فيهم لما يغلوا زي ما انتو شايفين. بعد ما قليت الكوسيات حطيتهم في اللبن على طول، لأني أنا اختصرت في خطوة اختصرتها. في ناس بيقلوه قلي عادي، يعني قلي عميق، وبعدين بسقطوه بمية سخنة وبخلوهم يغلوا غلوتين، بتستووا بتطلع المية السوداء من الكوسة على أساس ما تحل على اللبن. بس أنا لا، خليتهم على البخار وبنفس الوقت قليتهم، ولما حطيتهم شوفوا اللبن نفس اللون ما تغير الحمد لله، واستووا بطريقة كتير طيبة، وما احتجت إني يعني أغليهم بالمية. في ناس كمان بيعملوا لهم تقلاية نعناع وتوم، بس أنا ما عملت، يعني أنا اكتفيت هيك لأنه أنا عيلتي هيك بيحبوها. على طول بعد ما استووا سقطهم في اللبنات وغلوا زي ما أنتم شايفين. هاي آخر مرحلة وطفيت عليهم. بعدين بعمل أنا جنبهم رز بشعرية، بقلي الشعرية مع الزيت، وبحط الرز بعد ما أكون غسلاه ومنشفته، وبحط الملح وبفلفلهم بالطريقة الاعتيادية. وهذا الشكل النهائي. بتعملي مكسرات على أساس شكلها بيكون أطيب وألذ. وفي ناس بحطوا المكسرات باللحمة، أنا حطيت المكسرات على الرز، وزي ما أنتم شايفين كيف الرز ما شاء الله حلو وجميل ومفلفل، ومع الكوسة شوفوا كيف اللحمة من جوا مع المكسرات، طعمه بصراحة جدا لذيذ. بتمنى أنكم تجربوا ينال إعجابكم.
صحتين وعافية وألف هنا.